لو لسه داخل مجال البرمجة جديد، أحب أقول لك إن أول 6 شهور هتكره نفسك وتكره البرمجة، وده طبيعي. أنا عارف إن في فيديوهات كتيرة بتظهر لك يقول لك اتعلم البرمجة في 30 يوم، البرمجة سهلة، وأحب أقول لك إن ده مش حقيقي. الحقيقة إنك ممكن تقعد ساعتين على بج في مشكلة تكون سيمي كولون، إنك تيجي تجوجل نفس الايرور 50 مرة، كل مرة تكتب الايرور ده ويظهر لك الإجابة تستخدمها، وتيجي تقع تاني في نفس المشكلة وتعمل جوجل ليها تاني. انك تحس انك مش مخلوق للمجال ده، تيجي تكتب كود تاني يوم تحس ان انت مش فاهمه او مش انت اللي كتبته. احب اقول لك ان ده مش فشل منك، ده اسمه الكونفيوجن فيز، واحب اقول لك ان كل ديفلوبر بيحس بيه، وحتى السينيور انجينيرز لسه بيحسوا بيه لما يتعلموا حاجه جديده. والتريك انك مش تبطل تحس بكده، التريك انك تكمل وانت حاسس كده. وبعد 6 شهور احب اقول لك انك هتبص وراك هتلاقي انك اتعلمت اكتر مما تتخيل. فلو انت لسه في ال6 شهور دي، احب اقول لك كمل، انت مش لوحدك وده طبيعي. اول 6 شهور في البرمجه بيكونوا اصعب فتره في حياه اي مبرمج. اعمل سيف للفيديو ده وارجع له لما تكون مش قادر تكمل. اعمل لنا فولو عشان تتابع محتوى تكنولوجي حقيقي مع اي ليرن كود اكاديمي. اي ليرن كود اكاديمي، طريقك للانطلاق.